معانا الكوكيز جميل جدا جدا، صحيح هيشرفك قدام ضيوفك وارخص من بره بكتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز بكل تكاته وحركاته. هنمشي خطوة خطوة. أول حاجة معانا هنا كوباية من الزبدة، معاها كوباية من السكر البودر. لو انت عايزة السكر قليل حطي كوباية الا ربع، لو انت عايزة السكر بالزيادة حطي كوباية كوباية وربع على حسب الرغبة عندك. معايا معلقة كيك شيف، معايا فانيليا، معايا بيضتين، معايا روايح جوز الهند. اول حاجه معايا احط كوبايه الزبده، والزبده هنا عندي بدرجه حراره الغرفه. تاني حاجه احط معاها السكر، السكر لازم يكون بودر. بعد كده هضربهم كويس بالمضرب. بسم الله. وانا هنا ضربت الزبده والسكر مع بعض لغايه ما بقت كريمي. وبعدين حطيت البيض عليه فانيليا، وهنزل بالبيض واحده واحده. وعندي البيضه الاولانيه اختفت، هحط البيضه الثانيه. بعد كده البيضتين اختفوا، هنزل بالبيض هنزل بالدقيق. حطينا الكوبايه الاولانيه وادي الثانيه، اضربهم كويس قوي. والعجينه خلصت معايا، هقسمها نصين، نص هعمل بيه شوكولاته والنص فانيليا. وعلى فكره لو انت عايزه تحطي عليها جوز هند تمام. انا حطيت الكيك شيف على ذره ملح كان على الدقيق، عشان كده ما حطيتوش في الفيديو. كده قسمت العجينه نصين، نص فانيليا ونص شوكولاته. وعندي التزويق شوكولاته شيبس، وعندي شوكولاته شيبس ابيض، وعندي فورماسيل. اول حاجه همسك معانا واحده واحده، هناخد حته من العجين. العجينه طريه جدا، امسكها هكورها كده واعملها كده واحط عليها تزويق، وامسك واحده تانية. والخطوه التانية هنعمل اللي بالشوكولاته، ازوقها. وهنا خلصنا الكوكيز معانا طري ما شاء الله، شكله ما شاء الله عليه جميل جدا. معانا الكوكيز جميل جدا جدا، صحيح هيشرفك قدام ضيوفك وارخص من بره بكتير جدا.